الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهرة خطيرة يجب التحذير منها وهي ظاهرة الانتحار، فالواجب على المسلم أن يكون صابرا محتسبا فيما يصيبه، متوكلا على الله واثقا بفرج الله تعالى وبرحمته. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالواجب على المسلم أن يكون قويا شديدا صابرا محتسبا فيما يصيبه من المصائب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذر به يوم القيامة. وجاء أيضا في الصحيحين أن رجلا قال عليه الصلاة والسلام: إن رجلا كان في من كان قبلكم وأصابته قرحة فلم يصبر عليها فجزع فاتكى على رمحه فقتل نفسه، فقال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. فالواجب على كل مسلم أن يحذر من هذا الصنيع، والواجب على من أصيب المصيبة أن يتقي الله تعالى وأن يصبر، وينبغي له أن يرضى بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. والواجب على من حوله أن يتلطفوا به وأن يصبروه وأن يواسوه وأن يجبروا بخاطره، فلا يحل لهم أن يلوموه لوما أو يوبخوه توبيخا يؤدي إلى هذا الصنيع. فالواجب على المسلم على المسلمين جميعا أن يتكاتفوا وأن يتراحموا وأن يتعاطفوا في التراحم والتعاطف تزول هذه إن شاء الله الظاهرة الخطيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.